السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الأعزاء في حلقة جديدة. طبعا كعادتنا صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يلا بينا نشوف المشكلة اللي جاية لي. ازيك يا عبد الرحمن؟ أنا بنت وعايزة أشاركك أصعب تجربة شكلت حياتي كلها. تجربة وجعتني من وأنا طفلة صغيرة ولسه بتوجعني لحد دلوقتي. أنا عشت في بيت مليان خوف. أبويا كان قاسي جدا، قسوته عمرها ما كانت تربية، كانت كسر وتحطيم. من وأنا عندي 5 سنين كنت فاهمة إن البيت عندنا غير أي بيت. صحابي في المدرسة كانوا يحكوا عن أبهاتهم اللي بيلعبوا معاهم ويجيبوا ليهم هدايا، وأنا ما كنتش أعرف غير صوت صريخ وضرب وباب بيتقفل بعنف. كنت دايما أصحى من النوم على صوت خناقة، صوت أبويا وهو بيزعق وصوت أمي وهي بتحاول تدافع عن نفسها. أكتر مشهد محفور في ذاكرتي أمي واقفة في المطبخ إيدها ماسكة المعلقة، وأبويا يدخل يلاقي الملح زيادة أو الأكل مش عاجبه، فجأة صوته يعلى: انت ما بتفهميش، انت فاشلة، وبعدها ايده تترفع على وشها بالقلم. وانا واقفة متسمرة، دموعي بتنزل من غير صوت، مش قادرة اصرخ ولا حتى اتحرك. لما كبرت شوية بقيت افهم اكتر. كنت في اعدادي، مرة رجعت من الدرس لقيت منظر عمره ما هيتمسح من بالي: ابويا ماسك شعر امي وبيشدها على الارض، وهي بتحاول تستغيث وتقول له حرام عليك الولاد شايفين. وانا واخويا واقفين مشلولين. حاولت اقرب، مسكت ايده اعيط واقول له بابا بلاش. بصلي بعيون كلها غضب وقال لي ادخلي اوضتك يا قليلة الادب. الكلمة جرحتني اكتر من الضربة اللي شفتها. الغريب انه قدام الناس كان بيبان بصورة مختلفة. الكل شايفه راجل محترم بيصلي وبيخطب في العيلة عن الرجولة والكرم. محدش كان يتخيل انه في البيت وحش مفترس. حتى اهلي من بره كانوا عارفين بس ساكتين. خالي مرة لمح ان لازم امي تتحمل عشان العيال. كلهم كانوا شايفين ان الست لو اتطلقت عيب وفضيحة، وانا كنت ببص لهم واقول طب احنا مش بني ادمين؟ مش من حقنا نعيش في امان؟ كل يوم كنت اشوف امي وهي بتحاول تخبي الكدمات بمكياج رخيص او طرحة طويلة، بس انا كنت بعرف. كنت اشوف عينيها المكسورة واقول لنفسي هي ليه مش بتهرب؟ هي ليه مش بتهرب؟ ليه مش بتنقذ نفسها من الجحيم ده؟ يمكن كانت بتحاول تحمينا، يمكن كانت خايفة من كلام الناس، يمكن كانت خايفة من كلام الناس. كبرت وأنا شايلة خوف رهيب من الرجالة. أي صوت عالي قدامي كان بيخليني أترعش. أي نقاش بسيط أحس إنه هيقلب لضرب وشتيمة. لما وصلت لسن الجواز بقيت أتقفل من أي حد يتقدم لي. أول ما أسمع إن في عريس صورة أبويا بتقفز في دماغي، صوته العالي، ضربة القلم، دموع أمي، أقول لنفسي إيه اللي يضمن لي إن ده مش هيكون نسخة تانية منه؟ حتى الحب بالنسبة لي فكرة مستحيلة. لو حد حاول يقرب مني أو يتكلم معايا أبني جوايا جدار عالي، جوايا صوت بيقول لو قربتي هيتحول وحش زي أبوكي، لو قربتي هيتحول وحش زي أبوكي. الموضوع مأثر عليا جدا. ساعات بحس إني معقدة، مش عارفة أعيش حياة طبيعية زي البنات. عايزة أفرح وأتجوز وأكون أسرة، لكن في نفس الوقت جوايا خوف ينهش في قلبي. أنا طول الوقت عايشة بين صراع. جزء مني عايز يصدق إن في رجالة محترمة وطيبة، وجزء تاني مش قادر يتخيل غير مشهد أمي وهي بتتضرب. سؤالي ليك يا عبد الرحمن: إزاي أقدر أتحرر من الماضي اللي مسيطر عليا؟ إزاي أصدق إن مش كل الرجالة شبه أبويا؟ وهل ممكن أقدر أعيش جواز طبيعي من غير ما الخوف ده يبوظ حياتي؟ وهل ممكن أقدر أعيش في جواز طبيعي من غير ما الخوف ده يبوظ حياتي؟ طبعا يعني أنا عايز أقولك ربنا يعينك وربنا يعين والدتك وربنا يصبرك ويصبر والدتك.
مشكلة قسوة الأب وظلم الأب، للأسف الشديد من المشاكل الكبيرة اللي بيعاني منها أبناء وزوجات كتيرة جدا، لأن للأسف الشديد المشكلة بتأثر على الأبناء بعد الزوجة وبعد كل الحاجات دي بتأثر بالسلب على البنات وعلى الأولاد. بصي، أنا عايز أقولك إن أنتي حاولي إنك تركزي في دراستك، وحاولي تركزي في مستقبلك، وحاولي يعني تعملي المستحيل وتجتهدي في دراستك، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يكرمك بمجموع كويس وتدخل الكلية الحلوة اللي أنت عايزاها. وإن شاء الله بإذن الله تعالى في يوم من الأيام ربنا هيعوضك عن كل اللي أنت شفتيه، وإن شاء الله يعني هتبقى حياتك أحسن. أنا عايز أقولك إن في رجالة محترمة وفي رجالة كويسة جدا وفي رجالة طيبة جدا، ومش كل الرجالة زي باباكي قاسي كده. في رجالة محترمة وفي رجالة كويسة وفي رجالة يعني حنينة وطيبة وكويسة جدا. ففكرة ان انت تشوفي كل الرجالة اللي تقدم لك مش كويسين او زي والدك، فدي ما هي الا حاجة انت شايفاها وهم بتشوفيه عشان اللي شفتيه من والدك، لكن الكلام ده مش حقيقي. لا، في رجالة كويسة جدا وفي شباب زي الفل وفي شباب حنين جدا وفي شباب محترم جدا وفي شباب اصلا يعني هادية ومؤدبة ويعني على اخلاق. فده مش مقياس عشان شفتي والدك كده فيبقى كل الرجالة كده. انتي ركزي في دراستك، ركزي في مستقبلك، وقرب من ربنا، صلي واقرأ قرآن، وان شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يكرمك بالزوج والشخص اللي يعوضك عن كل اللي شفتيه في حياتك. أسئلتك بقى، سؤالي ليك يا عبد الرحمن، إزاي أقدر أتحرر من الماضي اللي مسيطر عليا؟ ركزي في مستقبلك، ركزي في دراستك، قرب من ربنا، صلي واقرأ قرآن، وما تفكريش في أي حاجة من الماضي، وحاولي تبصي على الإيجابيات والحاجات الجميلة في الحياة. إن شاء الله الأيام دي هتعدي وهتبقي أحسن من الأول. إزاي أصدق إن مش كل الرجالة شبه أبويا؟ لا طبعا مش كل الرجالة شبه أبوكي، في رجالة محترمة جدا وفي رجالة طيبة جدا وعلى أخلاق ويعني ما شاء الله تبارك الله. وهل ممكن أقدر أعيش في جواز طبيعي من غير ما الخوف ده يبوظ حياتي؟ أيوة طبعا هتقدري تعيشي في جواز طبيعي، بس انتي حاولي تطلعي الأوهام اللي في دماغك دي، وانتي إن شاء الله هتقدري تعيشي في جواز طبيعي، وإن شاء الله ربنا يكرمك بالشخص الكويس والراجل المحترم واللي يعوضك عن كل اللي فاتك. وأتمنى إني أكون قدرت أفيدك، وأتمنى إني أكون قدرت أساعدك، ونشوفكم بحلقة جديدة، وإلى اللقاء.